كيف تنصحون المسلمين بأن يواجهوا هذا الفكر الذي بدأ يمتد في هذه الآونة شيخ عبد العزيز؟ ننصح المسلمين ألا يغتروا بدعواتهم، فإن دعواتهم التي يقولونها وما يزعمون من أنهم على الإسلام كله لا أصل له ولا صحة له. طيب. كله من عمل النفاق، هم أهل النفاق وأهل التقية، ومن طالع كتبهم عرف ذلك. فمن ينبغي للمؤمنين والمسلمين أن يعرفوا أن هذه الدعوة الجمهورية الإسلامية كل شيء لا حقيقة له، وإنما هو مظاهر إسلامية، والباطن خلاف الإسلام. الباطن وثنية، والعداء للإسلام والعداء لنبي الإسلام وللصحابة جميعا وعدم الترضي عنهم، بل كفروهم وتوسقوهم إلا نفرا قليلا. فالمقصود أن الخميني وأتباعهم من أعيان الرافضة ومن المعظمين لعقيدة الرافضة والمتمسكين بها والطريق بها، وهم الذين يعظمون الأئمة الاثني عشر ويزعمون أنهم هم الأئمة وهم الذين يجب أن تكون لهم الولاية، وأن ولاية غيرهم باطلة، وعلى رأسهم علي رضي الله عنه. أما علي فقد صادقوا وليه علي بن صالح، وهو الرابع بعد ثلاثة وأفضلهم بعد الثلاثة، أفضل الصحابة بعد الثلاثة. وهكذا الحسن والحسين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكنهم لم يتولوا شيئا. نعم. إلا الحسن تولى قليلا ثم عزل نفسه وجعل الإمامة والخلاف والولاية لمعاوية رضي الله عنه، وأما الحسين ومن بعده فلا يتولوا شيء. ولكن الرافضة ليس عندهم بصيرة وليس عندهم إلا الدعاوى التي لا أساس لها. نعم. نسأل الله لهم الهداية. نعم.